بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اخيرا خلصنا مرحله يعتبر اصعب مرحله عندنا في التصميم والتنفيذ، مرحله التصميم والرسم على الاوتوكاد. رسم كل قطعه بالابعاد اللي هنقطع بيها على مكنه الليزر او مكنه السي ان سي. بنمسك حته حته بقى نشوف المسقط الافقي بتاعها او القطاع بتاعها بحيث نوصل للشكل الحقيقي لكل قطعه. بدأنا معانا هنا بالراس، راس الفانوس هنا على القبة. كل قطعة من ديت رسمنا هنا مسقط أفقي ليها، دي اللي هتبقى فيها اليد، وديت القطعة التانية بتاعتها برضو. بعد كده هنا جبنا شفنا الكرانيش ديت الصغيرة اللي ظاهرة معانا ديت، أو ممكن تسميها لوفر أو كوليسترا لغة المعماريين. ديت هتبقى معانا قطعة يجي 40 قطعة. بعد كده بقى رسمنا القطعة اللي هتشيل كل القطع الصغيرة ديت، يبقى فاهم إخرام لكل بعدد القطع الصغيرة، الكرانيش الصغيرة ديت، وعدد ادي القبة، وقطعة تانية برضو تحت يبقى واصلة بيناتهم، ايوه اللي هي ظاهرة معانا ديت. وبعد كده بقى هنبدأ نخش على وش جسم الفانوس نفسه. خلصنا كده الرأس، هنخش على الجسم. جسم الفانوس عندي 8 أوجه، كل وجه هنا سمحنا رسمينه هيبقى مفرغ كده خشب، والحاجات المفرغة دي ان شاء الله هنملاها ريزاين. تمام. بعد كده معانا خلاص الأوجه دي هنعمل لها القاعدة بقى، نركبها فيها القاعدة دي. جناب القاعدة برضو 8 أوجه معانا، هنقفلها. هنربط الجسم الفانوس بقى مع القاعدة تحت بالشكل المسمن ده اللي فيه الفتحات اللي انا اوصل بيناتهم. بس بإذن الله المرحلة الجاية نبدأ نقطع ونجهز الريزاين والإضاءة، ونجيب برضو اللي هي الأغنية بتاع واحد ولا أي حاجة. تابعونا ان شاء الله، هتبقى حاجة مميزة يعني. وده اول فانوس ان شاء الله، لسه اللي عرضناهم باذن الله ننفذهم ان شاء الله بعد ده.